أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا على قناة اهتماماتكم. ويوم ورا يوم والشهر المبارك بيقرب علينا، فيا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وجميع أمة المسلمين. فعشان كده أنا قررت أعمل مجموعة حلقات البرامج والمسلسلات السودانية الرمضانية لعام 2023. ففي كل حلقة هنتعرف على مسلسل وأبرز تفاصيله، وأنا كمان جبت لكم صور وفيديوهات من قلب الكواليس، وهنتعرف على قنوات العرض كمان. عشان كده تابع الفيديو لحد النهاية. في البداية خلونا نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة عشان باقي الحلقات تجيكم لحد عندكم. بعد النجاح العالي لمسلسل سكة الضياع اللي كان بطولة أحمد الجقر وأوسو ورؤى محمد النعيم ومفازة بشرى ومحمد الزمراوي وسلافة مكي والدكتور جلال وكوكب من النجوم، فبدأ الناس تتساءل هل في جزء تاني لمسلسل سكة الضياع؟ وهل أحمد الجقر عنده مسلسل الموسم ده؟ طيب، على الأسف ما في جزء تاني لمسلسل سكة الضياع، لكن ما يعني إنه أحمد الجقر ما عنده مسلسل الموسم ده. فأنا عاوز أقول لكم أيوة في مسلسل لأحمد الجقر، وجيناكم بالدلائل والكواليس. فبيحمل المسلسل اسم زاندا، وبيمثل فيه أحمد الجقر دور سيدوكان كده يعني، واسمه الزين. وأما عشان نعرف الممثلين لازم نشوف الصور والكواليس اللي وعدناكم بها، وبعد ذاك نرجع ونكمل كلامنا. زي ما شفتوا، ومن هنا نقدر نعرف من أبرز الممثلين اللي هم النجم روبي والأستاذ الدكتور صالح عبد القادر وعزة محمود وناهد ومحمد الزمراوي وخالد أحمد والكثير من الممثلين. وطبعا المسلسل بيحمل طابع الأكشن والإثارة والرعب والحزن كمان، وهو من إخراج أحمد كرغلي، وأختم بقنوات العرض. فحيعرض على 3 قنوات اللي هم الشروق وسودانية 24 والنيل الأزرق. فإن شاء الله المسلسل حيعجب الناس، وندعو بالتوفيق للجميع. والموسم ده رمضان حيكون خير ونهار. بالنسبة للدراما السودانية فلسه ده أول مسلسل، بكده بيكون فضل لنا 4 مسلسل و4 حلقات بتفاصيلهم وكواليسهم. ولحد هنا نكون وصلنا لآخر الحلقة. أقول لكم مع السلامة ويلا سلام.